كل سنة وانتم طيبين. العيد الكبير يعني فتة ولحمة. النهاردة عندي واحدة صاحبتي بقالي اكتر من شهر تقريبا ما شفتهاش، فتعالوا اوريكم عملت لها ايه. بصوا بقى، عملنا صينية لحمة بالخضار. شم الريحة، ريحتها خطيرة. بصوا اللحمة دايبة ازاي، هتقع معاها فتة ورقاق باللحمة وملوخية. تعالوا بقى اوريكم صينية اللحمة دي دايبة ازاي وعملتها ازاي. اول حاجة قطعية اللحمة اللي انا استخدمتها كانت موزة ضاني، لو عندكم اي نوع تاني مفيش مشكلة هتنفع برضو. شفيت اللحمة بقى من ايه؟ شفيتها من الجلد مش من الدهن، من الجلد، من العروق، من اي حاجة فيها بتخلي اللحمة تكش، من السيلفر سكين اللي بيكون عليها اللي هو الجلد اللي بيبقى لونه فضي ده. سبت لو في حتة دهنة بسيبها، احط عليها ملح وفلفل واركنها كده في التلاجة ساعة ولا حاجة. في طاسه سخنه هحط شويه من زيت الزيتون وحبه كده حلوين يعني، وبصلايه متقطعه 4/4. انا عايزه البصل ده يبقى بني يعني يدخل محروق كده زي ما بيقولوا. هحط اللحمه هديها بقى تحميره من الناحيتين، احط عليها مكعب من الزبده وابدا بقى احمر اللحمه، مش هسويها، هديها لون بس. شايفين لون البصله؟ انا عايزه اللون ده بيعمل لي طعم حلو جدا في الصينيه، هو اساس الصينيه اصلا. اول ما اللحمه تتحمر من الناحيتين هرفعها على جنب. في نفس الطاسه بنفس البصل بنفس الزيت بنفس كل حاجه هحط بصلايه كبيره يعني متقطعه صغننه جدا. دلوقتي بقى البطل بتاع الصينيه دي تقطيعه الخضار. هحط البصل الصغير قوي ده واسيبه كده يبقى شفاف. هحط حبهان ومستكه، جزرايه متقطعه برده نونو جدا، وهبدا بقى اقلب. ليه بقى مقطعاها كده مش بشراها؟ انا عايزه الطعم يبقى موجود بس في نفس الوقت يبقى الخضار دايب ومهري خالص. هشيل البصل بقى اللي انا حروقته ده عشان ما يتحرقش اكتر من كده. هحط ايه؟ هحط 4 فصوص من الثوم متقطعين بالطول، والكوسه والطماطم. الطماطم عندي طماطميتين لحم بس، شايله القشر وشايله البذور. مسافه بقى ما الخضار يتشوح كده وينزل ميته، في ايد الهون هحط 5 وحدات كده من الكبيبه الصيني او 6 فلفل اسود وفصين ثوم وملح، وهضرب بقى الكلام ده مع بعض او هدقه بايد الهون كده كويس قوي. انا عايزه ادقه بايد الهون لان بيبقى ليه طعم مختلف الحقيقه. تعالوا بقى نشوف الخضار اتشكشك كده وطري وبقى جميل. هحط معلقتين كبار من معجون فلفل الاحمر المشوي اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده، والخلطه اللي انا دقيتها في الهون دي، وهقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعض. هعمل بقى تجويفه كده في نص الصينيه او في نص الطاسه، واحط مع نص معلقه كبيره من الزبده مش كتير، واحط معلقه من الدقيق عشان تعمل لي صوص ما يبقاش ميه، شويه ورق لورا، واقلب بقى الكلام ده. وهضيف ميه بتغلي، وممكن تضيفوا شوربه على فكره، بس انا ما حبيتش اضيف شوربه لاني لسه هحط اللحمه تاني فهتعمل لي اصلا ميه اوريدي، هتعمل لي قصدي مرقه. طبعا ما ينفعش اعمل لحمه من غير روزماري. حطيت كام عود روزماري ورشه جوز الطيب وزودت بقى الميه. بصوا حتى الصوص تقيل ازاي. رجعت بقى اللحمه تاني بالعصاره بتاعتها، اوعوا ترموا العصاره دي، ده كنز على فكره. قلبت بقى اللحمه، هسيبها بس تشكشك كده 5 دقايق تاخد غلوه، وانقلها بقى في الصينيه الجديده اللي انا وريتها لكم في الريفيو. هبدا بقى استخدمها لاول مره النهارده. المهم حطيت اللحمه، كنت مسخنه الفرن على حراره 160، غطيتها بورق زبده، وورق الزبده ما يكونش بره الصينيه، يدخل جوه الصينيه، ودخلتها الفرن 3 ساعات اقل حاجه عشان اللحمه تطلع دايبه. الفته بقى حطيت معلقه من السمنه، وحطيت 3 فصوص من الثوم، ونص معلقه من الكزبره، كاني بعمل تقليه بتاعه الملوخيه بس بسمنه اقل شويه. العيش ده بقى كنت محمراه في الفرن، ما حطيتش عليه زيت ولا حاجه، حمرته بس في الفرن. قلبت عليه بقى العيش بالتقليه بالكلام ده كله، وده اداها طعم خطير، لان انا مش بسقي العيش، انا بحب العيش مقرمش كده مع الرز. جربوه من غير ما تسقوه هيبقى طعمه خطير. والصلصه بقى اللي احنا عارفينها ام خل وتوم عادي جدا، حطيتها في بوله وقدمتها بالطريقه دي علشان مبدئيا كده لو اتبقى حاجه ما تبقاش معكوكه بصلصه. ثانيا كل واحد ياخد بقى زي ما هو عايز، صلصه قليله صلصه كتير، كل واحد براحته. عملت بقى صينيه الرقاق بالطريقه العاديه جدا، شوربه على حليب، وغطست فيها كده الرقاقيه، وبعد كده رصيتها في الصينيه. حطيت تقريبا 3 وحدات من الرقاق او 4 بالكتير قوي، ما تكتروش عن كده عشان ما يبقاش تخين. وكان عندي عصاج لحمه في الفريزر، طلعته سخنته وحطيته، وبعد كده دهنت بقى الوش من فوق خالص بشويه زبده صغيرين قوي وقشطه، ودخلته الفرن على حراره 180 لحد ما احمر. ما اضطريتش اشغل الشوايه ولا حاجه. بصوا بقى اللحمه كانت دايبه ذوبان،
والفته طعمها خطير. عايزه اقول لكم جربوا الاكل بقى اللي انا عملته بالطريقه دي، وصينيه اللحمه دي اوعوا تفوتوها. عجبت صاحبتي اللي كانت معزومه عندي جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم انتوا كمان، واشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا، بحبكم.